أهلا بيك في الجزء الرابع من كورس السبسس. دلوقتي هنتكلم عن العلاج وباقي الست حاجات اللي لازم تعملها في أول ساعة لما تلاقي مريض السبسس. الحاجات اللي هنتكلم عنها دلوقتي هتحسن فرص الشفاء بتاعة المريض. أول حاجة الأكسجين. العيان لو محتاج أكسجين لازم التارجت بتاعك يكون فوق 94%. لقيته أقل من كده يبقى لازم تديله supplemental أكسجين، إلا لو كان عيان مثلا COPD أو Type 2 Respiratory Failure أيا كان إيه الكوز، ساعتها يبقى التارجت بتاعنا من 88 ل 92. ابدأ ال IV Broad Spectrum Antibiotic لحد ما تظهر لك نتيجة المزرعة الأولية أو تعرف سورس الانفكشن، وساعتها ممكن تشفت على النارو سبيكتروم انتيبيوتيك. ادي IV Fluids هتحسن البلود سيركيوليشن. خلي عينك على اللاكتيت عشان تعرف في تحسن ولا لأ. هل الموضوع بيسوء والعيان دخل منك في سيبتك شوك؟ هل العيان نوت ريسبوندينج للفلويدز؟ هل محتاج اكلم الاي سي يو؟ تابع البول كل ساعة عشان تراقب وظائف الكلى. هنتابع البول ازاي؟ يبقى لازم نركب قسطرة بولية للعيان. الست خطوات دي بتنقذ أرواح لو اتعملت بشكل سريع وصحيح، ودول اللي بنسميهم السبسز 6 بروتوكول. في نهاية الجزء الرابع واختصارا للكلام ده كله، اسحب صورة دم، اسحب لاكتيت، اسحب بلاد كولتشرز، ادي اكسجين، ادي انتيبيوتيك، ادي فلويدز. الجزء الجاي هنتكلم عن المونيتورنج وامتى محتاج تعمل اسكاليشن للاي سي يو تيم بتاعك.